السلام عليكم. أسدل الستار عن الدور الربع النهائي من كأس العرب للمنتخبات العربية المقيمة حاليا في العاصمة القطرية الدوحة. اليوم أجريت مقابلتين. المقابلة الأولى بين المنتخب المغربي والمنتخب السوري، وتأهل فيها المنتخب المغربي إلى الدور النصف النهائي بفوزه على المنتخب السوري بهدف لصفر عن طريق وليد أزارو في الدقيقة 79. والمباراة الثانية بين المنتخب السعودي والمنتخب الفلسطيني، فاز فيها المنتخب السعودي ب2-1 على المنتخب الفلسطيني، وتأهل إلى الدور النصف النهائي. نرجع للمباراة الأولى. المنتخب المغربي سيطر بالطول والعرض على المنتخب السوري. خاصة في الشوط الثاني كان قادر يفوز ب3-0، خاصة في الدقائق الأخيرة. يعني المنتخب السوري رمى بكل ثقله في الدقائق الأخيرة لتعديل النتيجة، خلى فراغات في الوراء. المنتخب المغربي أصبح يلعب بهجمات معاكسة، يعني ضيع على الأقل هدفين في الدقائق الأخيرة. كذلك المباراة عرفت طرد اللاعب محمد مفيد اللي دخل في الدقيقة 87 وخرج في الدقيقة 91 بعد تدخل خشن على لاعب المنتخب السوري. أما المباراة الثانية بين المنتخب الفلسطيني والمنتخب السعودي، منتخب فلسطيني أظهر فيها قوة بدنية كبيرة، أظهر قوة بدنية كبيرة، وأظهر يعني قتالية كبيرة. المباراة انهزم فيها 2-1. الهدف الأول جاء عن طريق مهاجم الأهلي السعودي فارس البريكان عن طريق ضربة جزاء في الدقيقة 58. بعد 6 دقائق عدل المنتخب الفلسطيني عن طريق وليد الدباغ. المباراة راحت للأشواط إضافية، والهدف الثاني جاء في الشوط الإضافي الثاني في الدقيقة 115 عن طريق لاعب نادي الهلال السعودي محمد كانو. وبقى المنتخب الفلسطيني يعني يقاتل حتى الرمق الأخير وأقصي بشرف. غدا إن شاء الله يلعبوا باقي المقابلات، وهما مقابلتان. المقابلة الأولى على الساعة 3:30 بين المنتخب الأردني والمنتخب العراقي، فيما يواجه المنتخب الجزائري فمنتخب الإمارات المجنس على الساعة 6:30. نتمنى التوفيق للمنتخب الجزائري. الفيديو تاع البارح رشحت انه اليوم راح يتأهل كل من المغرب والسعودية، والحمد لله تأهلوا. ورشحت الجزائر والأردن كذلك في مباراة الجمعة راح يتأهلوا، وإن شاء الله بإذن الله غدا إن شاء الله يتأهل المنتخب الجزائري والمنتخب الأردني. وقلت في الفيديو تاع البارح، قلت النهائي راح يكون أردني جزائري إن شاء الله، نتمنى ذلك. يعني الإحصائيات في الدور الأول ترشحهم أنهم هما اللي يكونوا في النهائي، لأنه المنتخب الجزائري أقوى دفاع وثاني أقوى هجوم، والمنتخب الأردني أقوى هجوم وثاني أقوى دفاع. كذلك في المنافسة المحلية تأهل النادي الرياضي القسنطيني في منافسة الكأس بفوزه على الفوز والتأهل على شباب عين تيموشنت ب3-0. نظن بنسبة كبيرة راح يواجه وفاق سطيف اللي يلعب غدوة إن شاء الله مع أحد الأندية المغمورة اللي تنشط في الأقسام السفلى. نظن احتمال كبير راح نواجههم، راح تكون لنا الأفضلية، لأنه راح نكونوا صاحب الأرض والجمهور، بما أننا نستقبلوا في قسنطينة راح نكونوا أصحاب الأرض والجمهور إن شاء الله. نتمنى أن النادي الرياضي القسنطيني يروح بعيد في هذه المنافسة التي تبقى ولا عاطية ظهرها للنادي الرياضي القسنطيني من سنة 1898 لم يتأهل النادي الرياضي القسنطيني إلى النهائي. إن شاء الله يتأهل هذا الموسم، يتأهل إلى النهائي. وبما أن البطولة الوطنية حسمت، على بالنا كيف حسمت، يعني الفريق المفضل عند ما نقولوش باه ما يعاقبوناش، الفريق المفضل أو الفريق المدعوم
مدعوم إعلاميا ومدعوم بالتمويلات هو اللي راح يتوج بالبطولة. على كل حال نتمنى التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري غدا، وأشبال بوقرة إن شاء الله يكونوا في يومهم بصفة عامة وبصفة خاصة. نتمنى التوفيق للنادي الرياضي القسنطيني. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.